جماعة الحوثي تتمكن من إحباط هجوم لقوة من الكوماندوز الأمريكي. جماعة الحوثي تعلن إغراق حاملة الطائرات أيزنهاور. جماعة الحوثي تعلن تشكيل حكومة جديدة. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلوك كل جديد. جماعة الحوثي تعلن إغراق حاملة الطائرات أيزنهاور، وذلك حسب البيان من القوات المسلحة اليمنية. الخبر الثاني: جماعة الحوثي تعلن تشكيل حكومة جديدة تتكون من 22 وزيرا. الخبر الثالث كما ورد من قناة القاهرة الإخبارية: جماعة الحوثي تتمكن من إحباط هجوم لقوة من الكوماندوز الأمريكي والإسرائيلي داخل اليمن. ضربة موجعة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الأراضي اليمنية كشف النقاب عنها الجنرال الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، والذي أكد في تصريحات إعلامية أن جماعة الحوثي تمكنت من إحباط هجوم لقوة من الكوماندوز الأمريكي والإسرائيلي داخل اليمن. هجوم أوكراني واسع يضعف الدفاعات الروسية، وبوتين يتوعد بالرد، ويظهر اليوم عودة شبح الحرب في ليبيا. وأخيرا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنقدم الأفضل لكم.